الإجابة التالتة إن لغة بايثون بتدخل في مجالات كتير زي ال AI والماشين ليرنينج والجيمز والسوفت وير والويب سايتس وكمان السايبر سيكيورتي. كود وذا سم من الصفر نبدأ نوصل للأحلام. يا سلام، لابتوب مفتوح قلبك مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كورس بايثون للمبتدئين. أنا عصام وليد وإن شاء الله هكون معاكم لنهاية الكورس. والسؤال هنا بقى، ليه هنتعلم لغة بايثون؟ عندي للسؤال ده مش بس إجابة واحدة، ده أنا عندي 7 إجابات. أيوة زي ما سمعت كده، أنا عندي 7 إجابات. الإجابة الأولى إن لغة بايثون هي اللغة الأسهل للدخول إلى عالم البرمجة. ومش معنى إن كده إن هي ضعيفة، لا بالعكس، ده هي من أقوى اللغات في البرمجة. الإجابة التانية إن لغة بايثون هي أكتر اللغات طلبا وانتشارا في السوق. الإجابة التالتة إن لغة بايثون بتدخل في مجالات كتير زي ال AI والماشين ليرنينج والجيمز والسوفت وير والويب سايتس وكمان السايبر سيكيورتي. الإجابة الرابعة إن فيها مكتبات كتير جدا، وديت هتساعدنا في إنجاز المهام بسرعة. الإجابة الخامسة إن لغة بايثون بتشتغل على كل أنظمة التشغيل، إذا كان ويندوز أو ماك أو إس أو لينكس. الإجابة السادسة إن هي بتدعم البرمجة كائنية التوجه والبرمجة الوصفية. الإجابة السابعة إن عندي برامج فعلا اتعملت ببايثون، وبرامج كتير جدا، منهم انستجرام، ومنهم جزء من السيرفر بتاع يوتيوب معمول ببايثون، وكمان السبوتيفاي معمول ببايثون وغيرها من البرامج. السؤال رقم 2 بقى، وهو ايه محتويات الكورس؟ الكورس هيتكون من 4 أجزاء. أول جزء هنشرح فيه أساسيات اللغة، الجزء الثاني هنشرح فيه برمجة الكائنية التوجه، والجزء الثالث هنشرح فيه البرمجة المتقدمة، والجزء الرابع هنعمل مشاريع وهنعمل بروبلم سولفينج. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك باقي الفيديوهات، ويلا نبدأ الرحلة. بخطوة توصل وحدها